هنلخص مع بعض النهارده فيلم ذا ناتي بروفيسور اللي بيحكي عن دكتور عبقري جدا بيصنع دواء سحري بيخليه يرجع شباب من تاني. بيبدأ فيلمنا بقى بدكتور جامعي اسمه كلام، وبنشوفه وهو قاعد مع توم الدكتور النفسي بتاعه، وبيبدأ بقى يحكي له على مشاكله النفسية عشان يعالجه. وبنعرف ان كلام دكتور جامعي في علم الوراثة، وانه صنع تركيبة كيميائية عشان يخس من غير مجهود وجربها على نفسه، ولكن التجربة فشلت وللأسف جاله انفصام في الشخصية. وده معناه ان كلام عايش بشخصيتين، شخصيته الحقيقية وشخصية اسمها بادي. وبنعرف ان بادي دوت شخص مشاغب وبيحب المشاكل، اما شخصيته التانية الحقيقية اللي هي بتاع كلامب بيكون عكس بادي تماما. بنكتشف ان بادي بقى عامل مشاكل كتير قوي لكلامب في حياته، وانه على طول بيسمع صوته جوه راسه، وكلامب للاسف ما بيقدرش يتحكم فيه ولا حتى يسيطر عليه، وعشان كده عايز يخلص منه. وقتها بقى بيعرفه الدكتور انه لازم يتقبله كجزء منه ويبدا يتعايش معاه، ومع الوقت هيتعالج وينسى ان بادي موجود اصلا. في اللحظة دي بقى بيتكلم بادي مع الدكتور وبيفضل يتريق عليه وبيقول له مش هتقدر تساعد كلام. المهم بعد شويه بيخرج كلام من عند الدكتور وبيبدا ينفذ كلامه وبيتعايش مع شخصيته التانية، لكنه للاسف بيفشل وبيفضل بادي يتريق على الناس وبيفضل يشتمهم. المهم بعدها بيوصل كلام للجامعه اللي بيشتغل فيها، وبيروح يحضر محاضره الدكتوره معجب بيها قوي اسمها كارلا، فبيحاول يقعد بين الطلبه من غير ما كارلا تشوفه، لكنه بيفشل بسبب ان حجمه عملاق وبيعمل ازعاج في المكان. ساعتها بتتكلم كارلا معاه وبتفرح انه مهتم جدا بمحاضراتها على الرغم ان كلام دكتور زيها، وبتبدا تشكره على اهتمامه بيها. وبنعرف ان كارلا معجبه بيه هي كمان، لكنها مستنياه هو اللي يعترف لها بحبه. فبيتكلم كلام معاها على انفراد وبيعزمها على العشاء مع عيلته، وفعلا كارلا بتوافق. اثناء كلامهم بقى بيقاطعهم مدير المدرسه ريتشموند وبيسال كلامب عن اختراعه الجديد، فبياخدوا كلامب للمختبر وبيوري له كلب كبير في السن، وبيفهمه انه قدر يصنع تركيبه ممكن تخليه يرجع شباب تاني، وبالتالي الكلب هيبقى في كامل صحته. فبيفرح ريتشموند جدا لان التركيبه دي لو نجحت الجامعه هتكسب جوائز وفلوس كتير قوي. وقتها بقى كلام بيخلي الكلب يشرب من التركيبه اللي صنعها، وبالفعل حجمه بيصغر وبيفضل يلعب وكانه في سن الشباب. بس فجاه بيكبر حجم الكلب من تاني، وبنعرف ان التركيبه فشلت ومفعولها مؤقت مش دايم. فبيزعل ريتشموند جدا وبيوعده كلامب انه هيعمل على التركيبه شويه تعديلات وهيخليها تنجح. بالليل بقى كلامب بياخد كارلا وعيلته وبيروحوا المطعم وبيقعدوا ياكلوا سوا، وبنكتشف ان عيله كلامب كلهم تخان وبيفضلوا ياكلوا بكميات مهوله قوي لدرجه انهم بيخلصوا الاكل اللي في المطعم كله. وبنعرف ان جاك ابو كلامب تقاعد وعشان كده جايبينه للمطعم عشان يحتفلوا بيه. فبيتكلم كلامب مع الحضور وبيشكر جاك على المجهود اللي بذله في الشغل طول السنين اللي فاتت. بس فجاه بيتكلم بادي من جسم كلامب وبيقول للحضور ان الشركه اللي جاك كان شغال فيها طردته عشان سنه كبير، وانه اصلا ما تقاعدش بمزاجه وبيفضل يتريق عليه. فبيتصدموا عيلته جدا من كلامه، وطبعا بيزعلوا منه وبيمشوا من المكان. وفي تاني يوم بيروح كلامب للجامعه وبيقعد يحكي لجيسون المساعد بتاعه على كل اللي حصل، وبيفهمه ان بادي اذاه كتير قوي ولازم يخلص منه في اسرع وقت ممكن. ساعتها بقى بيعمل جيسون بحث على جسمه وبيعرف ان جينات بادي مختلطه مع جيناته، عشان كده ما بيقدرش كلامب يسيطر عليه. فبيقرر كلامب انه يستخرج الجينات دي من جسمه، بس جيسون بيمنعه وبيفهمه انها عمليه مستحيله، وانه لو عملها احتمال كبير قوي دماغه تتضرر وبالتالي ذكائه هيقل. في الوقت ده بقى بتقاطعهم كارلا وبتتكلم مع كلامب على انفراد، وبتعرفه انها خلاص هتمشي من الجامعه لانها جات لها فرصه شغل افضل في جامعه تانية. وطبعا كلامب بيزعل قوي من الكلام، فبيرجع لمكتبه وبيفتكر ذكرياته معاها طول السنين اللي فاتت، وبيتضايق قوي انها تبعد عنه. ساعتها بقى بيشوفوا جيسون وهو حزين وبيفضل يشجعه وبيطلب منه يروح ويعترف لها بحبه قبل ما تسافر. بالليل بقى بترجع كارلا لبيتها وبتتفاجئ بكلامب وهو مستنيها قدامه وبيكون عاوز يعرض عليها تتجوزه، بس بادي هو اللي بيتكلم من جسمه وبيفضل يتريق عليها، وكمان بيتحكم في جسم كلامب وبيخليه يعمل حركات غريبه. فبتزعل كارلا جدا وبتطلب منه يبعد عنها وبتسيبه وبتمشي. وقتها طبعا كلامب بيتضايق من اللي حصل وبيروح لمختبر الجامعه عشان يدور على طريقه يقضي بيها على بادي، وفعلا بيوصل لطريقه وبيبدا يسحب جينات بادي من جسمه. بس فجاه بيفضل يتألم وبيقع على الارض وبيفقد الوعي. وفي تاني يوم بيوصل جيسون للمختبر فبيشوف كلامب واقع على الارض وبيقلق عليه جدا، وبعدها بيصحيه وبيساله على اللي حصل، وبيتصدم اما بيعرف انه نفذ اللي في دماغه هو انه سحب جينات بادي من جسمه. بالليل بقى بيروح كلامب وبيقابل كارلا وبيعتذر لها على اللي عمله، وبيفهمها انه كان سكران عشان كده كان بيتصرف بطريقه غريبه شويه، وبيفهمها انه خلاص بقى كويس وبيوعدها انها مش هتشوف التصرفات دي تاني. فبيعرض عليها تتجوزه، والمفاجاه ان كارلا بتوافق، فبيفرح كلامب جدا. المهم في تاني يوم بنشوف الكلب اللي كلامب كان بيعمل عليه اختبارات وهو بيدخل المختبر، وبيفضل يعمل فوضى في المكان وبيوقع المركبات على بعضها، وفجاه بتتفاعل المركبات
المركبات ديت مع جينات بادي اللي كلامب سحبها من جسمه، وبيبدأ يتشكل جسم بادي من المواد الكيميائية ديت. في نفس الوقت بيعرف كلامب عيلته انه هيتجوز، فبيفرحوا له جدا. وبعدها بيتكلم ريتشموند مع كلامب وبيعرفوا انه جاله رسالة من اكبر شركة ادوية في العالم، وبيفهموا انهم شافوا الاختراع بتاعه اللي بيرجع الكلاب لسن صغير، وانهم مبسوطين جدا بالنتائج. وبيتصدم كلامب ما بيعرف انهم عرضوا عليه 150 مليون دولار، وده في مقابل انه يكمل في الاختراع بتاعه ويكشف بقى عن تركيبة مفعولها هيكون دايم. وطبعا كلامب ما بيكونش مصدق نفسه وبيفرح قوي. المهم بالليل كلامب بياخد كارل للسينما، هو فجأة بيسمع صوت بادي وبيضحك في المكان. هو بيبقى فاكر انه لسه موجود في جسمه، لكنه بيظهر قدامه وبيتصدم كلامب اول ما بيشوفه. وبياخد كارل عشان يمشوا، بس بادي بيروح وراهم وبيفضل يتريق على كلامب وعلى وزنه، وبيتكلم معاه على انفراد وبيعرفه انه كان جزء منه، وانه ليه الحق ياخد نص فلوس الاختراع عشان يعيش حياته بعيد عنه. ولكن كلامب بيرفض، وبيفهمه ان هو اللي صنع التركيبه ديت وان الفلوس ديت ملوش حق فيها. فبيبدا بادي يتعصب عليه وبيعرفه انه هيطارده في كل مكان وهيدمر له حياته. وبعد شويه بيرجع كلامب للمختبر، فبيخبي التركيبه دي قبل ما بادي يسرقها ويديها لشركه الادويه وياخد هو الفلوس كلها. وساعتها بيروح له جيسون وبيوريه له الفوضى اللي الكلب عملها. فبيتاكد كلامب ان جينات بادي اختلطت مع مركبات وهي اللي كونت جسمه. وبيتصدم كمان اما بيشوف شعره من الكلب وقع في وسط المركبات، وبيتاكد ان بادي خد التسلسل الجيني بتاع الكلب، وده معناه انه هيورث حاجات كتير قوي من صفاته. وفي نفس الوقت بنشوف بادي وهو في شركه الادويه وبيتكلم مع ميا مديره الشركه، وبتكون حاسه الشم عنده قويه جدا، فبيقدر يعرف من ريحه لبسها ان عندها كلب في البيت. وبتستغرب ميا هي ازاي عرفت الموضوع دوت، فبتنبهر بيه قوي. وقتها بيعرفها بادي انه عنده تركيبه احسن من التركيبه بتاع كلامب، وبيعرض عليها انها تشتريها بسعر اقل منه. هو بيفضل يتكلم عن كلامب بطريقه مش كويسه خالص، وبيفهمها انه مريض نفسي واغلب اختراعاته بتفشل. وفعلا ميا بتقتنع بكلامه، وبتعرفه ان لو قدر يثبت لها ان تركيبته احسن من تركيب كلامب فهي هتشتريها منه فورا. وما بيسمع بادي الكلام دوت بيفرح قوي. المهم في تاني يوم بيروح كلامب للجامعه وبيدي محاضره للطلبه. ساعتها بتساله طالبه سؤال في المنهج لكنه بينسى المعلومه، وبنكتشف ان مستوى ذكائه بدا يقل. فبيتاكد كلامب ان كلام جيسون كان صح. وما بيلاقي الطلبه ان كلامب مش عارف يجاوب بيفضلوا يضحكوا وبيتريقوا عليه. المهم بعدها بيروح لمكتبه وبيعمل لنفسه اختبارات ذكاء، لكنه للاسف بيفشل فيهم كلهم. وفي الوقت دوت بيروح لجيسون وبيعرفه انه عمل شويه فحوصات على دماغه، وبيقول له ان مستوى ذكائه هيفضل يقل لحد ما هيبقى غبي، وده بسبب انه ما سمعش كلامه وقرر يسحب جينات بادي. فبيتضايق كلامب جدا عشان عنده مقابله مع ميا كمان يومين ولازم يخلص التركيبه بتاعته عشان ياخد الفلوس. بعدها بقى بيرجع لبيته وبيتصدم اما بيلاقي ان المكان متدمر، فبيتاكد ان بادي كان بيدور على التركيبه بتاعته وهو اللي عمل كده. المهم بالليل بياخد التركيبه وبيقرر يخبيها في بيت عيلته، وده عشان بادي ما يقدرش يوصل لها. وفي تاني يوم بيشوف جاك التركيبه في التلاجة، هو بيكون فاكر انها مشروب جديد فبيشرب منه، وفجاه بيفضل يتألم وبيرجع شباب من تاني. هو بيتصدم وقتها اما بيشوف نفسه في المرايه، هو ما بيكونش مصدق اللي حصل وبيفرح جدا. وبعدها بيروح لبار وبيفضل يحتفل ويرقص، وده بمناسبه ان رجع لشبابه وبقى نشيط. في نفس الوقت بيقعد كلامب مع عيله كارلا عشان يتعرف عليهم. ساعتها بيساله بيج ابو كارلا عن معلومات في مجاله، ولكن كلامب ما بيقدرش يجاوب عليه، والسبب في كده ان مستوى ذكائه بقى قليل. فبتحس كارلا بالاحراج وبتتضايق منه. وقتها بقى بيروح بادي يقابل ميا عشان يثبت لها ان التركيبه بتاعته احسن من تركيبه كلامب، بس ميا بتتعصب عليه بسبب انه اتاخر عليها. ولما ما بتلاقيش معاه عينه من التركيبه بتاعته بتقوله انها تشتري تركيبه كلامب وبتسيبه وبتمشي. وبيتفاجئ اول ما بيشوف جاك قدامه. في اللحظه دي بيكون جاك سكران وبيتخانق مع شخص قدام البار، وفجاه وقتها بيختفي مفعول التركيبه وبيرجع لحجمه الطبيعي. فبيخاف الشخص ده منه وبيهرب من المكان. وقتها بادي بيشوف كل اللي بيحصل، فبيعرف ان جاك شرب من تركيبه كلامب. هو بيتاكد من كده انه مخبيها في بيت عيلته. بعد شويه بيرجع جاك للبيت وبيشرب من التركيبه تاني، وبتتصدم مراته اول ما بتشوفه هو شاب وبتخاف منه قوي. فبيهديها جاك وبيحكي لها على كل حاجه. في نفس الوقت بتحس كارلا ان كلامب بيتصرف بطريقه غريبه قوي الفتره الاخيره، وانه مش مركز في شغله وعمال بينسى كتير. فبتطلب منه انه يروح ويعمل فحص على دماغه، وفعلا بيوافق. وفي تاني يوم بيبدا عيله كلامب يجهزوا للفرح، وبيقدموا هدايا لكارلا وبتشكرهم جدا انهم مهتمين بيها. المهم وقتها بيوصل بادي للبيت عشان يسرق التركيبه، وبيفضل يدور عليها لحد ما بيلاقيها في تلاجة وبيفرح قوي. وبتجيله فكره شيطانيه وقتها عشان يخلي كلامب يفشل في اختبار التركيبه قدام ميا وما ترضاش تشتريها منه. فبياخد شويه من التركيبه وبيخلطها مع نوع من انواع الاسمده، وبعدها بيسيبها في مكانها وبيمشي من البيت. وفي تاني يوم بيكون كلامب في طريقه المؤتمر صحفي عشان
هيعرض التركيبة بتاعته للناس ويعرف العالم بيها. بس فجأة بادي بيظهر قدامه وبيفضل يتريق عليه وبيعرفه انه ينتقم منه وهيدمر له حياته. وقتها ما بيهتمش كلامب بكلامه وبيروح للمؤتمر، فبيفضل يتكلم مع الحضور وبيشرح لهم تأثير التركيبة بتاعته على الحيوانات، وبتكون كارلا فرحانة بيه جدا. وقتها بقى بيجرب كلامب التركيبة قدامهم على فار سنه كبير، وبيتفاجئوا ما بيلاقوا حجمه صغر وبيفضلوا يحيوه. بس بعد شوية الفار ده بيكبر بطريقة غريبة جدا وبيبقى عملاق، فبيتصدم كل اللي في المؤتمر من اللي بيحصل وبيخافوا جدا وبيهربوا بعدها من المكان قبل ما الفار دوت يهجم عليهم. واما بتخرج ميا من المؤتمر بيروح لها بادي وبيطلب منها تديله فرصة عشان يثبت لها ان تركيبته احسن، وفعلا ميا بتوافق. في نفس الوقت بقى بيروح كلامب وبيحاول يفهم ايه الغلط اللي عمله في التركيبة، لكنه ما بيوصلش لحاجة. وساعتها ريتشموند بيوصل للمكان فبيتعصب عليه بسبب ان خسره اهم صفقة في حياته وخلى شكل الجامعة بتاعته وحش قوي، وبيقول له انت شخص فاشل وبيطرده من شغله. فبتسمع كارلا الكلام وبتتضايق عشان كلامب جدا. المهم بعد شويه بيروح كلامب لمكتبه فبياخد حاجته منه وبيودع جيسون وبيمشي. وفي تاني يوم بيحس كلامب بالذنب انه مخبي اللي حصل عن كارلا وانه مش معرفها ان مستوى ذكائه بيقل وبعد فتره هيبقى غبي. فبيروح لها كلامب لكنه ما بيقدرش يحكي لها الحقيقه وبيطلب منها تاجل ميعاد الفرح شويه لانه حاسس انه تعبان. فبتتضايق كارلا منه وبتحس انه بيتحجج عشان يسيبها وبتنهار من الزعل وبتمشي من المكان. وبعد كام يوم بيلاحظ جاك ان كلامب حزين بسبب انه انفصل عن كارلا، فبيقعد يتكلم معاه وبيواسيه وبيفهمه ان كارلا بتحبه وانه لازم يرجع لها ويقضوا حياتهم مع بعض. واثناء كلامهم بتيجي لكلامب فكره عشان يرجع لطبيعته من تاني ويبقى ذكي، فبيقرر انه يرجع بادي جوه جسمه زي الاول. فبيروح للمختبر وبيفضل يعمل ابحاث عن الموضوع لحد ما بيوصل لطريقه، والطريقه ديت انه يشرب بادي من التركيبه بتاعته لحد ما يفضل يصغر ويرجع سائل زي ما ظهر في الاول وبعدها يشربه. في اللحظه ديت بيروح له ريتشموند وبيوري له الاخبار وبيتصدم كلامب لما بيعرف ان بادي سرق تركيبته وهيبيعها ل100. ساعتها ريتشموند بيبدا يشك فيه وبيخمن ان كلامب عاوز يبيع التركيبه دي بعيد عن الجامعه، وده عشان الجامعه ما تاخدش نسبه من الفلوس. المهم بعد شويه بتشوف كارلا الكمبيوتر بتاع كلامب وبتتصدم اما بتعرف ان بادي كان جوه جسمه، واما كلامب خرجه من دماغه مستوى ذكائه اتاثر جدا وبدا يقل. فبتبدا كارلا تخاف عليه. في نفس الوقت بقى بيكون بادي في شركه 100 وبيشرح لهم التركيبه. وقتها كلامب بيوصل المكان وبيقدر يخدع بادي وبيخليه يشرب من التركيبه، وفعلا بادي بيتحول لولد صغير. فبيتصدم كل اللي في المكان من اللي بيحصل، وبعد شويه حجمه بيصغر اكتر لحد ما بيتحول لسائل وبيقدر يهرب من المكان وبينزل في نافوره ميه، وده عشان كلامب ما يقدرش يشربه. ساعتها بيتضايق كلامب جدا وبيفقد الامل انه يرجع طبيعي تاني. فبتوصل كارلا لمكانه وبتتصدم لما بتلاقيه مش عارفها وان نسي كل حاجه وبقى غبي تماما. فبتزعل عليه كارلا وبتاخده عشان توصله البيت. بس قبل ما يمشوا بتلاحظ كارلا ان لون الميه اللي في النافوره بدا يتغير وبتخمن ان حمض بادي الجيني اختلط معاها واكيد هو اللي عمل كده. فبتاخد كلامب وبتخليه يشرب منها، وفعلا خطتها بتنجح وبترجع له ذاكرته وبيرجع ذكي من تاني. فبتفرح جدا انه بقى بخير. وبعد كام يوم بيتجوز كلامب هو وكارلا، وبتعرف انه باع التركيبه ل100 وانه خد الفلوس وعايش حياته في سعاده. وبيخلص الفيلم. بيبدأ الفيلم بولد اسمه جون وهو بيفتح هدايا الكريسماس وبيلاقي فيها دبدوب شكله جميل، فبيفرح جدا وبيسميه تيد، وبيقرر يعتبر الدبدوب ده أقرب صديق ليه وبيحكي له كل أسراره. وبالليل بيدخل أوضته عشان ينام، فبيتمنى إن تيد يتكلم ويتحرك زي البشر عشان يلعبوا مع بعض ويتكلموا. وتاني يوم بيصحى جون ومش بيلاقي تيد جنبه على السرير، فبيقوم يدور عليه في الأوضة وبرضه مش بيلاقيه. بس فجأة بيلاقيه واقف قدامه وبيقول له ازيك يا جون، انا صاحبك تيد. فبيتصدم جون وبيسأله انت ازاي بتتكلم؟ فبيقول له تيد ان امنيتك اتحققت وان انا هبقى اقرب صاحب ليه. وبعد ما بيخلص كلامه بيروح جون يحكي لاهله على اللي حصل، وبيتفاجئوا انه كلامه صح اول ما بيشوفوا تيد جاي يسلم عليهم وبيكونوا فاكرينه عفريت. ولكن تيد بيهديهم وبيقنعهم ان ربنا حقق امنية ابنهم وخلى الدبدوب يتكلم. وبعد فترة بينتشر الخبر في كل وسائل الاعلام وما بيتكلموش في اي حاجة غير في سيرة تيد الدبدوب اللي بيتكلم. وبسبب كده بيتشهر تيد في العالم كله لدرجة ان كل البرامج التلفزيونية بيستضيفوه عشان يحكي قصته. وبالليل بيقعد تيد عشان يتكلم مع جون وبيكونوا مستخبيين تحت البطانية لانهم خايفين من الرعد، وبيوعدوا بعض انهم هيفضلوا صحاب للابد وما يتخلوش عن بعض ابدا. وبتعدي سنين كتيرة جدا وبيكبر جون وبيرتبط ببنت اسمها لوري، لكنه بيكون ولد مستهتر ومش متحمل اي مسؤولية لانه مرتبط بيها بقاله 5 سنين من غير ما يخطبها او ياخد خطوة جدية في حياته. وده بسبب انه
لسه متعلق بصاحبه تيد، وبيقعدوا يشربوا مخدرات مع بعض كل يوم. وفجأة بيكتشف جون انه اتأخر ساعتين على الشغل، فبيطلب من تيد يوصله للشغل لانه مش هيعرف يسوق بسبب الحشيش اللي شربه. وفعلا بيوصله تيد، لكنه بيخبط في عربية المدير وهو بيركن. ولما بيدخل جون للشغل بيتم استدعائه لمكتب المدير، وبيزعق له عشان اتأخر وبينبه عليه ما يكررش ده تاني. فبيروح جون مكتبه وبيسأل زمايله عن مطعم غالي في المدينة، وده عشان يحتفل مع حبيبته لوري بالسنة الرابعة ليهم مع بعض. فبيقترحوا عليه انه يتقدم لها بالجواز الاول وبعدين يبقى يشوف حكاية المطعم ديت. فبيرجع جون للبيت وبياخد رأي تيد في موضوع الجواز، ولكن تيد بيكرهه في الجواز وبيقول له انها مسؤولية صعبة جدا، والافضل بقى انك تعيش حياتك حر وتعمل اللي انت عايزه. وقبل ما يكمل كلامه بتيجي لوري وبيسألها جون انت عملت ايه في الشغل، فبتقول له ان المدير بتاعها معجب بيها جدا وكل شوية بيعرض عليها انهم يخرجوا مع بعض. وتاني يوم بتروح لوري للشغل وبتشتكي لزمايلها من جون، وبتقول لهم انه متعلق بالدبدوب تيد ومش عارف يطور من نفسه ولا حياته. وفجأة بيجي المدير بتاعها عشان يتكلم معاها وبيقول لها تجيله على مكتبه فورا. ولما بتروح له بيعرض عليها انهم يخرجوا مع بعض، وبيحاول يكرهها في جون عشان تسيبه بحجة انه شخص فاشل. ولكن لوري بتقاطعه وبتقول له خليك في نفسك يا حمادة، وبعدها بتسيبه وبتمشي. وبالليل بتروح تقعد مع جون في مطعم وبتلاقيه بيقدم لها هدية، فبتفتكر انه اخيرا هيتقدم لها للجواز، لكنها بتتفاجئ انه جايب لها حتة حلق ولسه ما فكرش في خطوة الجواز. فبتطلب منه انه يخلي تيد يعيش في شقة لوحده ولازم يستقل بذاته، لان دلوقتي بقى عنده 35 سنة واكيد مش هيفضل طول عمره متعلق بدبدوب صغير زي الاطفال. فبيرفض الفكرة في البداية لان تيد يبقى اقرب صديق ليه، ولكن بعد تفكير بيحس كده انه ممكن يخسر حبيبته لوري، وبيقرر يتكلم مع تيد ويقنعه انه يعيش في شقة لوحده. وفعلا بيروح يتكلم معاه وبيحاول يقنعه انه يعيش في شقة لوحده، وبيعرفه انه جاب له شغل في سوبر ماركت ولازم يروح الانترفيو بكرة. فبيوافق تيد وبيحضنه، وبعدها بيروح للانترفيو. ولما بيسأله المدير عن مؤهلاته بيفضل تيد يشتمه عشان يترفض، وبالتالي هيجبر جون انه يرجع في قراره وهيخليه يعيش معاه مرة تانية. لكنه بيتفاجئ ان المدير وافق يشغله في السوبر ماركت لانه دبدوب بيتكلم واكيد الزباين هينبهروا بيه. وبعد الانترفيو بيخرج مع جون وبيروحوا الجنينة عشان يتكلموا مع بعض. فبيجي واحد اسمه دوني هو وابنه روبرت، وبيعرض على جون انه يبيع له تيد في مقابل 20,000 دولار لان ابنه بيحبه جدا. ولكن جون بيرفض وبيعرفه ان تيد ده مش لعبة وانه دلوقتي هو شخص مسؤول عن حياته. فبيديله دوني رقمه وعنوانه عشان لو رجع يعني في كلامه وقرر يبيع تيد. وبالليل بيتنقل تيد لشقته الجديدة وبيساعد جون في نقل حاجاته ومتضايق لانه صديق طفولته ومتعود يفضل جنبه. وفي اول يوم شغل لتيد بيتعرف على واحدة زميلته اسمها تامي وبيشاور لها من بعيد وبيبان انه معجب بيها. ولما بيرجع البيت بيكلم جون وهو في شغله وبيطلب منه انه يجي يقعد معاه في البيت. فبيوافق جون وبيقول له المدير انه عاوز يمشي بدري بحجة ان حبيبته لوري تعبانة وعاوز يطمن عليها. وبعدها بيروح يقعد مع تيد اللي بيقول له انه عازم زميلته تامي في مطعم وخارج معاها لانهم معجبين ببعض. فبيفرح جون وبيعرض عليه انه يجيب لوري ويقعدوا معاهم في المطعم. وبالليل بيخرج تيد من الشغل وبيكون مستني تامي عشان يروحوا للمطعم. فبيلاقي دون اللي قابله في الجنينة واقف مستنيه وبيعرض عليه يجي يعيش معاه هو وابنه روبرت في مقابل 6,000 دولار شهريا. ولكن تيد بيرفض وبتجيله تامي وبيروحوا للمطعم مع بعض، وهناك بيقعدوا مع لوري وجون. وبتقول لوري ان تيد وجون بيقعدوا يحششوا مع بعض طول الليل وان تيد ده يبقى شخص غير مسؤول وبتاع بنات. فبتتضايق تامي من طريقة كلامها وبتتخانق معاها، فبيضطر تيد انه ياخدها ويمشي. ووقتها بتتكلم لوري مع جون وبتقول له ان مديره كلمها في التليفون لان جون قال لها انها تعبانة، وبتعرفه انها تعبت من مشاكله وهروبه من الشغل عشان يقعد مع تيد. فبيوعدها جون انه خلاص هيهتم بشغله وهيقلل من قعدته مع تيد. وبعدها بيروحوا هما الاتنين حفلة في بيت المدير بتاعها، وهناك بيتكلم المدير مع جون على انفراد وبيقول له انت محظوظ جدا عشان مرتبط بواحدة زي لوري. ووقتها بيتصل تيد على جون وبيقول له انه لازم يجي الحفلة اللي هو عاملها في بيته عشان الممثل اللي هو بيحبه موجود في الحفلة. فبيقرر جون انه يروح الحفلة بتاعت تيد عشان يتصور مع الممثل، وكلها نص ساعة بس وهيرجع تاني لحفلة المدير بتاع لوري. وبيطلب من المدير انه يقول للوري انه في الحمام وما يعرف
يعرفهاش انه مشي. فبيوافق المدير وبيقول له ما تقلقش خالص، ولكن في الحقيقة بيقرر يقول له لوري عشان يبوظ علاقتها بجون، وبالتالي هيقدر هو يقرب منها. ولما بيوصل جون للحفلة بيشوف الممثل وبيتكلم معاه وهو فرحان جدا، وبيفضل يسكر معاه هو وتيد لحد ما بيعدي الوقت، وبيكتشف جون انه اتأخر جدا على لوري. فبيخرج من البيت عشان يروح لها، لكنه بيلاقيها قدامه وبتكون خلاص فقدت الامل انه يتغير، وبتقرر انها تنفصل عنه وبتسيبه وبتمشي. فبيروح تيد يتكلم مع جون وبيطلب منه يرجع الحفلة، ولكن جون بيقاطعه بيقول له انت اللي بوظت حياتي، لاني ضيعت عمري كله وانا مقضيه مع دبدوب ملوش اي 60 لازمة، ومن النهاردة مش عايز اشوفك تاني. وتاني يوم بيتكلم المدير مع لوري وبيترجاها تخرج معاه ولو مرة واحدة بس. فبتوافق لوري بشرط انه ما يطلبش منها يخرجوا مع بعض مرة تانية. وبعد شوية بيروح تيد عشان يتكلم مع جون وبيقول له انه شاف لوري خارجة مع المدير بتاعها وجي يعرفه عشان ياخد موقف. فبيلومه جون وبيقول له انت السبب في كل اللي بيحصل ده، ولو رجع بيا الزمن ما كنتش هتمنى انك تتكلم. فبيتعصب تيد وبيهجم عليه وبيضربه، وبيفضلوا يتخانقوا مع بعض طول الليل لحد ما بيهدوا وكل واحد فيهم بيعتذر للتاني على اللي عمله. وبيقرر تيد انه يصلح علاقة جون ولوري، ووقتها بتكون لوري موجودة في حفلة موسيقية، وبيروح جون ياخد المايك من المغنية وبيغني الأغنية اللي لوري بتحبها، وده عشان يعبر لها عن حبه ويخليها تسامحه. بس للأسف الجمهور مش بيعجبهم صوته وبيجي الأمن ياخدوا المايك. ولما بتخلص الحفلة بيتكلم المدير مع لوري وبيحاول يكرهها في جون، وبيقول لها إنها أكيد دلوقتي حاسة بالإحراج بسبب تصرفات جون الطفولية. فبتقول له لوري إنها مش حاسة بالإحراج ولا حاجة، واللي عمله جون دوت أكد لها إنه بيحبها جدا. وتاني يوم بيروح لها تيد للبيت وبيطلب منها إنها ترجع لجون، وبيقول لها إن هو السبب في كل اللي حصل له، وإنه خلاص هيبعد عن جون زي ما هي عايزة. وبيتفق معاها إنها تروح تقابل جون في المطعم. فبتخرج لوري وبتسيب تيد لوحده في البيت، وساعتها بيرن جرس الباب وبيروح عشان يفتح، وفجأة بيلاقي قدامه دوني وابن روبرت وبيحطوه في كيس وبياخدوه معاهم للبيت. فبيخرجوا روبرت من الكيس وبيشوف تيد صور كتير ليه على الحيطة، وبيعرف انه ضحية لعيلة مجنونة. فبتجيله فكرة انه يمثل على روبرت ويخليه يغمي عينه بحجة انه عاوز يلعب معاه استغماية. وبعدها بيخرج من الأوضة وبيروح يتصل على جون، واللي بيكون قاعد مع لوري في العربية عشان يتكلموا مع بعض. وساعتها بيرد على الموبايل وبيقول له تيد ان دوني حبسه في البيت عنده وبيترجاه يجي ينقذه من العيلة المجنونة ديت. واثناء كلامه بيكون دوني واقف وراه وبياخد التليفون وبيقفله. وساعتها بيفتكر جون ان دوني اداله عنوانه لما كان مع تيد في الجنينة، وبيطلب من لوري انها توصله لهناك بسرعة. واول ما بيوصلوا بيلاقوا دوني ماشي بالعربية بتاعته وواخد معاه تيد. فبيروحوا وراه لحد ما بيلاقوا تيد هرب من العربية وبيدخل لملعب كبير، وهناك بيطلع فوق عمود عالي عشان يهرب من دوني. بس للأسف بيقدر دوني يوصله وبيشده لحد ما بيتقطع تيد لنصين وبيقع على الأرض. فبيروح جون يجمع القطن بتاعه هو ولوري عشان يخيطوه وينقذوه. فبيقول له تيد انه خلاص هيموت وهيرجع دبدوب عادي ومش هيتكلم تاني، وبيطلب منه يخلي باله من لوري ويهتم بيها. وبعد ما بيخلص كلامه بيموت وبيكون جون مصدوم. فبياخده وبيرجع البيت عشان يخيطه يمكن يرجع تاني للحياة، لكنه بيكتشف انه خلاص ما بقاش فيه اي امل، وبيدخل ينام وهو متضايق عشان ما قدرش ينقذ اقرب صاحب ليه. ووقتها بتتمنى لوري انه تيد يرجع تاني للحياة. وفي الصبح بيقعد جون قدام تيد وبيلوم نفسه على اللي حصل، وفجأة بيرجع تيد للحياة. فبيفرح جون وبيروح يحضنه، وبعدها بيتكلم مع لوري وبيعرض عليها الجواز اخيرا، وبيعملوا فرح كبير جدا وبيحضر فيه صاحبه تيد واللي بيكون مبسوط جدا عشانه وبيتمنى له الخير. وبيخلص الفيلم. يا ريت بقى لو عجبك تقدر مجهودنا وتعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للتشانل، وما تنساش تتابعنا كمان على فيسبوك وانستجرام وتيك توك. واشوفكم بقى على خير في فيلم تاني. مع السلامة.